الحلقة المفقودة. الحلقة الرابعة. للفن عنوان. مساء الخير. يا أهلا يا باشا، فينك يا باشا وفين أراضيك؟ فينك يا يا أستاذنا؟ أمورنا يا باشا خير. أنا بصراحة كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة كده، بس بيني وبينك يعني. بيني وبينك؟ على أساس إن في بينا أسرار؟ حاضر يا باشا، سرك في بير، أمورني. في بنت في البلكونة اللي قدام أوضتي على طول، حضرتك أكيد عارفها. البنت دي أنا عايز أسأل عليها، وعارف إن حضرتك السيطرة هنا في المنطقة، وعارف كل حاجة هنا. عايز أعرف كل التفاصيل. بنت مين؟ بتشتغل إيه؟ درست إيه؟ أي حاجة. هو حضرتك بتتكلم عن أنهي شقة بالظبط؟ الشقة اللي قصاد بلكونتي بالظبط، اللي في وشها على طول، البلكونة بتاعتي. ما حضرتك اللي مورينا الشقة وعارف اوضتي. فاهم والله اللي انت بتقوله يا باشا، فاهم والله. بس انا مستغرب بس لان الشقة اللي انت بتتكلم عنها دي ما فيهاش حد من 25 سنة. ايه؟ حضرتك اكيد فاهم غلط، او او فاهم الشقة اللي انا اقصدها غلط. انا بتكلم عن الشقة اللي قدامي. يا باشا والله فاهمك يا باشا. حضرتك يا باشا بتتكلم على الشقة اللي قصاد البلكونة بتاعتك يا باشا. بس خلي بالك، انا عايز اقولك على حاجة يا باشا. الدور التاني والدور التالت محدش ساكن فيهم، وخصوصا الدور التالت، لان الشقة دي زي ما تقول كده يا باشا مهجورة، محدش قاعد فيها من 25 سنة. ده مش ممكن، مستحيل حضرتك اللي بتقوله ده. انا شفتها بعينيا، انا متأكد من اللي انا بقوله. يا باشا اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا. يا باشا يا باشا ابقى اتغطى كويس يا باشا عشان الدنيا برد عليك. الكلام اللي انت بتقوله ده يا باشا ما يدخلش دماغ حد. الشقة اللي قصادك ده يا باشا محدش ساكن فيها بقالها 25 سنة. ايه يا رؤوف؟ معقولة محامي كبير زيك يخاف من حاجات هبلة زي دي؟ اوعى عمرك تقول ان انا بشوفه ده عباره عن تهيؤات. انت اكتر واحد عارف ان انا ما بخافش يا حسام. اللي انا خايف عليه فعلا هو رامي ابني، من بعد التغيرات اللي حصلت له ديت. ده مش رامي ابني، مش ده رامي اللي انا ربيته ابدا ابدا يا حسام. انا خايف عليه جدا، وخاصه من بعد الموضوع اللي جراله ده. قول لي اعمل ايه يا حسام، شور عليا. على فكرة يا رؤوف، كل اللي انت فيه ده ضغوطات نفسية بسبب الشغل، ورامي بسبب الامتحانات. لا لا يا حسام، مستحيل يكون ده شيء تافه. ده غير الحاجات اللي انا بشوفها والحاجات اللي انا بسمعها يا حسام، والحاجات اللي بتجرى الرامي دلوقتي، والمكالمات اللي بتجيني. ده لا يمكن يبقى شيء طبيعي ابدا يا حسام، ابدا. رؤوف، انا هدخل اتكلم معاه. رامي حبيب قلبي، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كويس؟ ايه يعني شافك مش مهتم بالمذاكرة؟ احنا كلها شهور بسيطة ونبقى مهندسين جامدين قوي، ولا ايه؟ انا ما بقتش قادر اركز في اي حاجة يا انكل حسام. انا تعبان قوي. اللي بيحصل لي ده ما بقتش قادر استحمله. طبيعي طبيعي يا رامي يا حبيبي،
طبيعي يكون مضغوط نفسيا بسبب المذاكرة. انت كنت موجود لوحدك، يعني بسبب ده كله ممكن يكون بيتهيألك كنت نايم بتحلم. تهيؤات؟ واللي انا شفتها في الكازينو دي كانت ايه؟ واللي انا كلمتها بعتت لي وبصيت لها وبصيت لي وضحكت لها وضحكت لي، حصل حاجات كتيرة قوي. حضرتك مش متخيل ايه اللي حصل بالظبط. كل ده تهيؤات. اهدى يا رام، اهدى. مش معقول اللي بتعمله في نفسك ده. وثم ايه اللي انت بتاخده ده؟ لا لا ابدا يا انكل حسام، مفيش. ده بيساعد على التركيز. رام، بقولك ايه يا حبيبي، انا مش عايزك تشغل نفسك بأي حاجة غير بالمذاكرة وبس. حبيبي انت لسه صغير والعمر لسه قدام. مش عايزك تشغل نفسك حتى بالجواز. ثم انت مهندس قد الدنيا وباباك محامي كبير ومشهور، ويوم ما تتجوز هتتجوز احسن واجمل جوازة في الدنيا. انا مش عايزك تشغل نفسك الا بمذاكرتك وتفوقك وبس. مالك يا باشا؟ في ايه؟ انت تعبان ولا حاجة؟ في ايه؟ لا 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 لا، انا مش تعبان مش تعبان. طب وانت متعصب ليه يا باشا؟ هو في حد ضايقك ولا حاجة؟ وربنا لو في حد ضايقك لا شوف شغل معاه. انت رايح فين يا باشا؟ ممكن بقى تخليك في حالك ومالكش دعوة بيا؟ فهمني بس حضرتك رايح فين؟ انا طالع الشقة، طالع اتأكد من الكلام اللي انت بتقوله، لاني بصراحة مش متأكد ومش ممكن اكون مجنون. رايح فين يا باشا؟ ده انا نفسي ما طلعتهاش يا باشا. وانا ما بخافش. انت مش عارف انا ابن مين ولا ايه؟ ابوك نفسه مش هينفعك لو زعلوك. اوعى من سكتي. حقك عليا، بس ما تزعلش مني. لو هم زعلوك واللهم بلغت اللهم فشل. انت فين؟ انت فين؟ ردي عليا ردي عليا. بتعملي فيا ليه كده؟ 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 مستحيل مستحيل. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ما بقتش قادرة أفهم أنت وابنك يحصل فيكوا كل ده وفي نفس الوقت. طب إزاي؟ غريبة. أنا ما عدتش قادر أفهم، ما عدتش فاهم إيه اللي بيحصل. أنا ممكن تكون أعصابي تعبانة، أو زي ما أنت بتقولي عندي أرق نفسي مسبب لي كل اللي أنا فيه ده. إنما ابني مش ابني اللي أنا ربيته، مش ابني اللي كبر بين إيديا. ده واحد تاني غريب عني، تصرفات عجيبة مريبة، ما عدتش قادر أفهمه. طب أنا مجنون، هو كمان مجنون. من فضلك من فضلك اهدى، أنا هطلب لك عصير. ندى. ايه يا دكتور؟ بعد إذنك كوباية ليمون هنا لو سمحتي. تحت امر حضرتك يا دكتور. أنا متعطل عن كل الأواضي اللي عندي ومش مركز في أي حاجة، وحاسس إن أنا بخسر كل حاجة، ويا ريت الكلام ده لوحدي، الكلام ده عليا وعلى ابني في نفس الوقت. وليه وإزاي وإمتى أنا معرفش. الحقيقة أنا كمان مستغربة جدا، لأنه لو في حد فيكو تعبان نفسيا مش هتصادف يعني تبقوا انتوا الاتنين.
الحقيقة أنا بقيت حاسة إنه الموضوع بعيد شوية عن علم النفس. مش فاهم. الليمون يعني بمعنى أصح إنه حضرتك بتشتكي من ابنك إنه هو تصرفاته متغيرة، وخصوصا بعد ما تعرف على ناس جديدة، بعد ما شاف دنيا تانية وبدأ يتأخر وبدأ تبقى تصرفاته مش طبيعية. حضرتك لازم تراقب تصرفاته. اراقب تصرفاته؟ ده ابني طول عمره ماشي جنب الحيط، عمره ما بص في عين واحدة بنت، عمره ما جه في باله فكرة الجواز من أصله، ده بيتكسب زي البنات بالظبط. عمري ما أفكر فيه تفكير وحش، ومستحيل إن أنا أفكر ولو لحظة إن هو يخطئ. لا، ابني غير كده. أنا ما قلتش يا أستاذ رؤوف إنه بيعمل حاجة غلط، أنا قلت لحضرتك راقب تصرفاته، شوفوا مصاحب مين، ده واجب علينا ولولادنا. يعني فتش أوضته، راقب تصرفاته، بيروح فين بيجي منين. أصل أنا بصراحة حاسة إنه موضوعكم في حلقة مفقودة. الحلقة المفقودة. اشترك في التمثيل وليد الجداوي، أحمد يحيى، زينة خليل، عادل رشوان، محمد شاهين، أمين روزت. الحلقة المفقودة، فكرة وسيناريو وحوار رانيا حمدي. ما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة عشان ده بيشجعنا كتير، عشان بنتعب عشان نقدم لكم أفضل حاجة. الإعجاب بيفرق معانا كتير. قناة للفن عنوان، المتميز والجديد.